السلام عليكم، صباح الخير والورد والنور والسرور. هنشغل الليد. هذا يا طول العمر. شوف، هذا ما يحتاج إلى فلتر. هذه تقنية يابانية، ما يحتاج إلى فلتر، ويجيك معاها يا طول العمر هذا الطاسة، وتحط القطعة هذه. شوف، تحطها هني أو العكس، تحطها هني، وبعد ما تخلص القهوة تحطها على هذا، ومعاها هذا الألوان اللي تجي. شوف، هذا يجي معها سانسيرا 139. هذا يقول لك أنه ياباني، أنه من شركة يابانية، ورقم واحد، ولا أحلى ولا أجمل. يا صباح الخير. نكمل تسوية إن شاء الله القهوة. الحين نطحن 40 جرام من القهوة. 40 جرام. الآن سويت 40 جرام من القهوة. هذا 40 جرام. قبل ما أحطهم داخل بننظف هذا، بنسوي له تنظيف بالماء الحار. الآن بلغت درجة حرارة الماء 92. نسخن هذا شوي بالماء الحار. شوف، بالمستوعب. وطبعا المستوعب هذا ما راح أسوي فيه القهوة، لأن المستوعب هذا بدل ما أسوي فيه وأصب في الدلة، فأنا مباشرة أسوي في الدلة مباشرة. فالدلة نحطها هني إن شاء الله. نحط الدلة فوق الميزان، ونحط فوقها القمع بعد وضع 40 جرام من القهوة. وهذه كمية هائلة جدا حق النهار كله إن شاء الله. بقايا القهوة عشان نحطها فيه. قربنا الزوم شوي عشان نوريكم. شوف، يا سلام على كمية القهوة. الحين نصفر العداد ونبدأ نصب القهوة 60. بسم الله الرحمن الرحيم. 60 جرام من الماي. هاي 60. شوف، ونخليه شوي ينزل لمدة 30 ثانية. هذه خلصت 30 الأولى. الكمية الهائلة هذه محتاجة صبر. نزول القهوة منها 60 و60، 120، 120، 127. وصلناها. الحين تنزل القهوة. خلال دقيقة المفروض تكون مخلصة. خلصت الدقيقة. بعد 120 و60، 180، 180 بالضبط. الآن تنزل القهوة في الدلة، لا فلتر كرتوني ولا شيء، لا فلتر ورقي ولا حاجة. هذه منها وفيها كل شيء. هذا القمع قيمته 270 درهم إماراتي. هذا مبلغ هائل. هذه بعد 180 و60، 240. يلا 240 و60، 300 الصبة الثانية. 300 المفروض. يلا 30 غيرهم. عند 300 نوقف. 30 ثانية، كل 30 ثانية نصب. بس شكله محتاج تخشين زيادة للقهوة عشان التدفق. شوف، ما زال الماي وال 24 ثانية مشت.
فمحتاجين إلى تخشين المرة الجاية. الحين بخليها تكمل دقيقة عشان يكون 3 دقايق. عند 3 دقايق بأصب الصبة اللي بعدها إن شاء الله، اللي هي 60 جرام من الماء بصير 360. الحين يلا ابدأ الصب، يصير 360. 360 360. 4 في 15 جرام من الماء في 40 جرام من القهوة. $460. ما أعرف الماء يكفي ولا محتاجين ماء زيادة. عند 550 بنوقف. 550 جرام من القهوة بيكون كفاية وزيادة. الحين نكمل 550 بنصبها مرة واحدة من الماء عشان الماء ما يكون يبرد. والله قايم بشغله الحمد لله. أنا قلت ما في تسربات من الجوانب. 550. أيوة 550 حلوة، كأنك تشرب نص لتر من القهوة. 550. أنا كنت خوفي ينزل من هذه الجوانب القهوة أو الماء، بس طلع القمع هذا ممتاز ينزل القهوة من النص. هو المفروض أنزلها بالنص، لكن لأن هذا نوع من ما أعرف شو نوعيته، بس إنه ينزل ما يحتاج إلى فلتر. هذه النشرة، هذه الألوان الموجودة، الأخضر والأزرق والبرتقالي والأحمر والأبيض. هذا الأحمر طبعا ما يتحصل دائما. إذا كنت من أهل الإمارات بتحصله في محل اسمه خيشة، عندهم هذا المحل يبيعه. فانقطع فترة، جيت مرة أنا ما اشتريته فانقطع فترة، وهالحين حصلته فاشتريت منه. الحين بدأت القهوة تنزل خلاص، ما عاد شي باقي. والله يوصلنا بنوصل 8 دقايق، ما كنت ودي أطول، لكن معلش اعذرونا على هذا غطاء دلة القهوة. فالآن تقريبا إن شاء الله خلص، نزلت كل القهوة. شوف كيف ينزل، عشان ما تترياه يقطر وايد حطه هني. شوف، ونسكر الدلة هذه بعد ما نشلها عن الميزان، عشان ما نضغط على الميزان، ما نسكرها وهي فوق الميزان. ونسكر الميزان، مسكر يا معلم. وهذه القهوة، هذا الجانب هني، هذه القهوة. هذا فائدة القمع الثاني اللي يجي معاها عشان تحط فيه هذا. وأنا أفضل أنك تنظفها قبل ما تغادر المكان عشان ما يصير فيه ترسبات. وتحياتي للجميع، لا تنسوا الاشتراك وادعمونا باللايك. الله يدعمكم بالجنة إن شاء الله ويدخلكم الجنة. وتحياتي للجميع، السلام عليكم.